اليوم جيتكم بالوصفه نتاع المشهد نتاع المقله بلا عسيله. الله كما راكم تشوفوا كل مره كنتو تطلبوه مني ونقول لكم نديروه لكم، راه جاء وقته ان شاء الله ونديروه مع بعضياتنا وتشوفوه. هو المشهد التلمساني والجزائري اللي معروف في الغرب الجزائري ولا بيبار دونتر فو بالك ما تعرفوش. حبيت نشارك معكم الطريقه بالتفصيل. هو نفسه كما الملوي برك يختلف كلكو بتي ديتاي برك هذا مكان ويتكل مع العسيله يعني اوبليجي. هنا انا درت عبر نتاع لا فارين، عبر نتاع لا سمول ليكسترا فان وشويه تاع الملح. الماء يكون دافي وعلى راس المعلقه برك هذا مكان الخماره تاع الخبز شويه برك. كاين اللي يعمل كاين اللي ما يعملش، دو بريفيرونس اللي تكون تحبوا دوك النبابليتو ديروا شويه برك، يعني مش حاجه كبيره يعني صغيره برك هذا مكان، ونعجنوا بالماء سخون. هاد ليطاب راني ديجا درتها معكم في المحاجب، درتها معكم في الملوي، درتها معكم با مال دو فوا، يعني نفسها العجينه دو فوا، يعني جوست بلاصه سميد نديرو فارينه، بلاصه فارينه نديرو سميد اي انسي دو سويت كيما حبيتو. الماء سخون نديرها في دون زان سان خليوها تريح، ومن بعد نزيدو شويه تاع لا فارين حتى نتحصلوا على القوام المناسب تاع العجينه تاعنا. درت هنايا دي بولات صغار هكذا ولا كبار كيما تحبوا على حسب الحبه اللي راكم حابينها، وندهنوهم بالزيت ونحطوهم دون زان بلاطو، نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا. انا خليتهم واحد الساعتين هكذا لطون اللي ادات شغالاتي، من بعد عاد رجعت لهم. راني درتها معكم بامال دو فوا حفظتوها خلاص. درك راني نحل فيها كما راكم تشوفوني نحاول نجرب في لا فيديو باسكو هاد ليطاب درناها شحال من خطره راها باينه يعني نفسها. باغ هنا ما نديرو لا زبده لا سميد لا غير نديرو لداخل، يعني احنا نحلو غير بالزيت هذا مكان ونديروهم كاريات. الوغ هنايا تختلف شويه الطريقه على المسمن. هنا نديروهم كاريات ونخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه هكذاك، من بعد عاده نجيو نقرصوهم. نكونوا سخنا المقله تاعنا اللي يكون فيها الزيت ماشي معمر شويه، يعني الزيت ما لازمش تغطي لنا العجينه تاعنا كامل، تكون سخونه مليح. من بعد نقصوله كامل. علاه نقصوله؟ باش يطيب لنا من الداخل دوك الورقات يجيو فايتي، يجي مرة علامه ماشي يتحمر من برا ومن الداخل يبقى لنا عجين. صدق لازم العسيله سمحوا لي لازم الزيت بليتو سمحوا لي، لكن في الاول قلت العسيله ما على باليش. العسل تاعنا الزيت تاعنا تكون سخونه. اني عيانه البنات سامحوني يلا غالب ما راحش نكوبي لا فيديو، راح نكمل معاكم. تكون سخونه ونقصولها ونخليوها يطيب على مهل. باغ كونطو هي طيب كما راكم تشوفوا يبدا يتنبل هكذا، نبداو نحركوا فيه يعني ما نخليوهش هكذا يطيب وحده، نبداو ندوروا ونحركوا باش يطيب لنا من الداخل ونرشوا عليه الزيت هكذا يجي الله يبارك ما شاء الله مشهدوا عليه الكلام يا البنات. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوه وسختو بالعسيله. الله هذه هي يجي ما شاء الله عليه وكاساته، يعني ما نحكي لكمش البنه ما شاء الله. هذا هي حبه الاولى اللي طابت لي يجي كي من هكذا يجي مقرمش، سختو يجي مقرمش لبناته ما يجيش طري 100% كيما المسمن. هذا هو شوفوا كيفاش جا. هنايا انا عسلتو وقصيتو وحطيتو. ان شاء الله نكون فدتكم وعطيت لكم فكره خفيفه، واللي ما عرفوش راه يعرفوا وتجربوا وتخليوا لي ارائكم في الجروب تاعي فراشة المطبخ الاسيوي ولا عبر الصفحه تاعي اسمها سكري سالي. نقول لكم مع السلامه مع وصفه اخرى باذن الله.